الفيديو دوت مهم جدا جدا لانه فيه ملخص كل الفيديوهات عن الفسيخ. لا وكمان هعلمكم ازاي تعملوا فسيخ بطريقه اقتصاديه، هنوفر في الخامات بمعنى اصح. وكمان هقول لكم ايه اسباب مرات الفسيخ، واسباب ان الفسيخ يطلع مهري، والمده اللي محتاجينها في الجو بتاع اليومين دولت اللي هو مش حر ومش ساقع قوي. وهنتكلم في تفاصيل كتيره جدا، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله مثبت وحلو. اهم حاجه اتفرجوا على الفيديو من الاول للاخر، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك اللي اول مره يشوفني، واللي اول مره يشوفني انا هنا مصطفى. ويلا بينا نخش في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. معانا كده السمكيه البوري بتاعتي، تبقى وزنها ما تقلش اقل حاجه عن 450 جرام وفيما فوق. اكتر من كده تمام، اقل من كده مش هتبقى حلوه. تمام، بنمسك السمكيه، ودي اهم بقى معلومه، ان ديلها هيبقى فوق وراسها تبقى تحت، مهمه جدا. ودوت ليه؟ دوت بقى اللي هو اسباب او احدى اسباب عفن السمك ان هو يطلع معفن، ان احنا ندخل جواه ميه. لو عملنا العكس وغسلناه وراسه فوق وحطينا كده الميه من فوق، بطنه كلها تتملي ميه، وطبعا هيضرب ويعفن، او هتفتحيه وتلاقيه مخضر جدا او مصفر على ميل الخضران اللي هي الالوان اللي مش حلوه. طيب ايه تاني اللي ممكن يبقى سبب بقى هريان السمك؟ ان احنا نطلع القشريات اللي هي بتبقى بره الجلد معانا واحنا بنغسل السمكيه وما نحافظش عليها، هيخلي الجلد يمتص ملح كتير ويتهري واللحم يتهري. طيب اسباب مراره الاسماك، احدى اسباب مراره الاسماك وهنتكلم فيها كتير طول ما احنا في الفيديو، اللي هي ما نغسلش الخياشيم كويس زي ما انتم شايفين. وطبعا ان ده برده هيخلي السمك فاسد. شفتوا الحاجات الصوت اللي بتنزل في الحوض دي لازم ننضفها كويس جدا. بغسل الخياشيم كويس والبق كويس جدا زي ما انتم شايفين. انا طبعا مسرعه الفيديو. طبعا ده كله بعد ما بنغسل الكميه بتاعتنا كلها بنحطها على حاجه تتصفى زي مصفى كده، وندخلها كده التلاجة. طبعا في الجو يعني دلوقتي مش هيحصل له حاجه لو حطيتيه بره التلاجة وحافظت عليه، بس ما فيش حاجه تقف عليه او حاجه، عادي نسيبيه بره التلاجة. انا حافظت عليه جوه التلاجة. بنحطه جوه التلاجة كده كام ساعه لحد ما يصفي الميه بتاعته كلها. وطبعا تحط المصفى تحت حاجه عشان السوائل اللي فيه كلها هتنزل ما تزفرلكيش التلاجة. تمام، بعدين بقى ما يصفي كده كام ساعه بنجيب الكميه بقى بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين. طبعا بقى ده برضو جزء من المقطع اللي اتمسح، واضطريت احط جزء تاني كنت عاملاه شورتس. المهم بصي، اهم اسباب ان الفسيخ يمرر ان احنا بندوس على البطن. انا ما بدوسش على البطن، انا دوست بصوا على الحته دي فقط قبل البطن. بصوا هنا بنفصل العظم عن اللحم. لما بنفصل العظم عن اللحم ده هيطلع، نيجي نفتح السمكيه من جوه بعد ما يتفسخ، هيطلع الشوكه لوحدها واللحم لوحده. لكن لو دوسنا على البطن، الامعاء هتطلع المواد اللي فيها على اللحم وتمرر. دي برضو من احدى اسباب مرارة السمك، يبقى خلي بالنا زي ما انتم شايفين. طيب المواد اللي معانا عباره عن كركم وملح فقط. لو كنت بحط كركم وشطه، وفرت هنا الشطه لان كمان بتعمل مراره جدا في من احدى اسباب المراره، او بالذات يعني ممكن ما بتعملش مراره قوي على قد ما هي بتهري السمك الفسيخ جدا، بتهريه جدا جدا جدا. خصوصا لو انت عاملاه دالع ولسه هتحطيه في الفريزر عشان ما وزعتيش الكميه كلها، يبقى بلاش ان انت تحطي شطه. اصلا ما بتديش طعم، ما بتضيفش اي حاجه غير انها بتضر معاكي الفسيخ. يبقى اياكي وان انت تحطي شطه. تمام، تاني حاجه بقى وفرنا فيها ان انا ما نشفتش بالمناديل. محل فسخاني كبيره قال لي احنا ما بننشفش السمك واحده بواحده بمناديل زي ما انتوا بتعملوا كده. هو بنصفيه مره واحده كده وبينزل كده كده ميته والزيوت بتاعته في وهو بيتفسخ. قلت هجرب كده كده مش عامله كميه كبيره، وقلت هجرب ما نشفوش بالمناديل. اديني كده وفرت المناديل وفرت شطه. تعالوا نشوف هنوفر ايه تاني. ما تنسوش بقى اللي وصل لحد هنا اللايك والاشتراك اللي لسه ما عملش. جبنا الجردل بتاعنا الجميل اهو النظيف زي ما انتم شايفين، متعقم كويس جدا. بعد كل مره بعمل فيها بيتعقم كويس. ممكن طبعا يبقى منك من الكركم دوت عادي، بس اهم حاجه ان انت تبقى غسلاه حلو ومعقمه يعني غسلاه ميه سخنه وسبتيه في يتهوى كويس جدا، مش مكتوب ما فيهوش بكتيريا. اهم حاجه خلي بالكم في السيخ من الحاجات الحساسه اللي بتخش له البكتيريا بسهوله جدا. طيب بصوا بقى بنحط سمكيه عكس الثانيه، يعني مره حطيت الراس ومره حطيت الديل ونرص كده. بعد كده مره نعمل صف بالعرض ومره نعمل صف بالطول، وبين كل صف وصف بنحط رشه من الملح والكركم بتاعنا. الاول كنت بحطه ايه اللي فاكر الفيديوهات والشطار يكتبوا لي في الكومنتات. هسيبكم كده لما اخلص الصف وتقولي لي انا كنت بحط ايه. هشوف مين اللي هيعرف ويكتب في الكومنتات انا كنت بحط ايه مع رشه الخلطه بتاعتي اللي انا كنت بحطها. تمام، زي ما انتم شايفين كده بنرص برده عكس عكاس. اللي لسه ما عرفش انا كنت بحط ايه، انا كنت بحط الزيت، وكمان كنت بحط زيت من جوده عاليه، مش بحط زيت اي كلام وخلاص. فكان طبعا ممكن احط نص ازازه على الجردل
فكان بيستهلك معايا. انا كده وفرت شطه ووفرت زيت ووفرت مناديل، كل دوت خلى معايا الفسيخ اقتصادي اكتر وتكلفته اكتر، وهنشوف النتيجه مأثره عليه ولا لا. بعد كده بنرش بقى بقيه الخلطه كلها على الوش ونغطيها اهم حاجه زي ما انتم شايفين، ونحاول نجيب حاجه مثلا المفروض يبقى معاكي شويه ملح كده زياده تحطيهم في شنطه وتقلي عليهم، وفي نفس الوقت المره الجايه هتاخدي الملح اللي انت كنت حاطاه في شنطه واستخدميه. يبقى كده استفدتي بالحاجتين. اهم حاجه المهم يعني الملح كان عندي انا خلصان، وفكرت ان انا اجيب كيس واحط فيه ازازتين زيت تموين بقى. وخلي بالكم مش دوت اللي انا كنت بحطه على سمك، عشان محدش يقول لي هو ده الزيت اللي كنت بتحطيه على السمك الغالي، لا. انا والله كنت بحط النوع النظيف، ما كنتش برضه احط من الزيت دوت علشان السمك او الفسيخ بيبقى كامل. وعلى فكره ده من احدى اسباب ان الفسيخ اللي بيحطوا زيت، يعني انت لو حابه تحطي زيت براحتك، بس حطي زيت نظيف. نصيحه مني، لو حطيتي الزيت بتاع التموين دوت او اي زيت جودته مش حلو، السمك هيبقى مش حلو. براحتك، وانا شايفه ان ملهوش داعي، وهتشوفي بنفسك. المهم حطيت الازازتين الزيت كده وقفلت الجردل كويس جدا. اسمع مني، لو مش مقفول كويس يبقى اعمليه بستريتش او بلزق و وسيبيه. او بصوا انا كمان قفلته كويس وانا الجردل ده محكم جدا، وغطيته كده بالوش بشنطه نظيفه كده، هسيبه بقى كام يوم. دي المعلومه المهمه جدا اللي لازم تعرفوها في الجو اللي احنا فيه ده. جو اللي هو حر ولا هو سقعه جامد، يا دوب فيه لسعه سقعه دلوقتي خفيفه، وساعات بيعدي علينا الوقت يبقى الجو حر. يبقى نقعد كام يوم ونفتح على الفسيخ؟ نقعد 8 ايام. ايوه 8 ايام حلو جدا، وهيبقى الملح بتاعه مظبوط، دالع اللي هو دلعين الحلو، مش حادق، وكمان يبقى طالع مظبوط. بصوا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الزيت بقى واللي طالع منه. اللي يقول لي بقى طب انا اعرف ازاي ان هو اتعمل ولا لا؟ يعني انا افتح على الفسيخه لقيت فسخ ولا لا؟ ان انت تلاقي الفسخايه اتنفخت كده، وكمان طريه جدا ملبن جدا معاكي. بصوا بقى ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم والله طبعا الكاميرا ظلمت جدا، الاضاءه دي كانت وحشه، ده مقطع كنت مصوراه واضطريت انزله لان المقطع التاني الاصلي اتمسح من عندي. هو نفس السمك، بس ده كان لقيت الاضاءه فيه مش حلوه وغيرته وعملت مقطع تاني واتمسح للاسف. وزي ما انتم شايفين ده الكميه اللي كنت عاملاها ما كانتش كميه كبيره، كانت كميه صغيره خالص. وانا حاليا عامله كميه تانية برضو هبقى اصورها لكم في فيديو حتى لو شورتس، وانا بطلعه بالمنظر دوت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. ولو عندكم اي اسئله انا برد على اسئلتكم في اي وقت، تقدروا تردوا على تقولوا اي سؤال انتوا عايزينه تخص الفسيخ او اي حاجه وترد عليكم وبس. وبالهنا مع هنا مصطفى، اشوفكم على خير.